عاش قوي والله النهارده رجاله الاهلي على الاداء بتاع ماتش المحله ده. انت بتتفرج النهارده على الماتش وبغض النظر عن اي نتائج 8 ناشئين في الملعب، بس انت متكيف من الاداء ومن الشكل بتاع الفرقه. يا جدع ده احنا كنا بنلعب في ملعب المحله دوت مع ريبيرو بالفرقه الاولى بالفريق الاول، كنا بنعاني. النهارده المحله بيفتح الملعب قدام الناشئين بقى، فقال لك هكسب وبتاع، فبيهاجم، فالماتش بيبقى رايح جاي، بتلاقي كمان اللعيبه واقفه على رجليها وثابته ومركزه واداها قوي جدا. وقرار جريء من تورب ان هو يشارك في المحله بكل الناشئين دي، لكن ده يوريك ان الراجل ده فعلا مدرب قوي جاي يشتغل بجد وجاي يحقق اقصى استفاده. وده منقول للعيبه وباين في ادائهم وفي تركيزهم في الملعب. وكمان بتجهز حسين الشحات اللي عمل ماتش عالمي. حسين الشحات وهو فايق ما تحطش اي حد جنبيه. فبصراحه الاهلي بيمتلك كنز في قطاع الناشئين بتاعه حرفيا. ابراهيم كاظم وابراهيم عادل والاسيوطي وعمر معوض وحمزه عبد الكريم واكتر من لعيب. بجد اللعيبه دي لازم يتبني عليها وتكمل كمان مع الفريق الاول وتاخد فرص حقيقيه. وكل الدعم لطارب اللي ادى فرص حقيقيه، اللعيبه فعلا تستاهل. وكمان شغال على البطوله من جانب ان هو يطلع اكتر من لعيب يفيدوا الفرقه. ده غير طبعا ان طارب كل ماتش بيثبت انه مدرب كبير قوي. في النهايه عايزين نقول حاجه صغيره كده بصراحه، يعني التحكيم يعني بشع بطريقه مرعبه. ويعني مش هنعلق ومش هنقول على الاخطاء التحكيميه اللي كانت في الشوط الاول بس، يعني يعتبر ماتش ودي ما كانش مستاهل القصه اللي حصلت دي كلها. لكن الاهم ان احنا مبسوطين بالشباب بتوعنا وبفرقتنا بصراحه.